أن يتواجد الفريقان في مجموعتين مختلفتين، ولكن القرعة كانت قاسية لأن أوقعت الناديان معا في نفس المجموعة، وأمنياتنا إن شاء الله أن يتأهل الفريقان إلى الربع النهائي رغم الصعوبة المهمة، لأنه في ماميلودي سانداونز وفي المفاجأة مانيما الذي قلت عنه بأنه قد يكون رقم صعب، فحذاري من هذا الفريق مشاهدينا الكرام، حذاري جدا من فريق مانيما. الان في الار دي سي الكونغو الديمقراطيه الامر لا يتوقف فقط على تي بي مازيمبي، ولكن ايضا في مانيما اونيون. ثانيه تقدير هنا بعدي يلعب الكره لنوفل الزروني. المباراه مشاهدينا الكرام، والكره لعناصر الفريق الكلاسيكيه اناس سلباش كداي ريمان ودو كارنيرو على الجهه اليسرى، بينما محور الدفاع هناك نونغا وحاتم. واللمسه تاتي بعد ذلك من الجهه اليمنى بولاكسوت الارضيه. من يتابع اناس الباش لمبدا الامان والسلامه يا الباش، والطريق الى الركنيه الرجاويه في هذه اللحظات. ضغط رجاوي واضح مع البدايات، الانطلاق يسعى لتنفيذ الركنيه الان. زروني في القائم الاول، وكارنيرو يراوغ يرفع راسه ومعاه يرفع الكره داخل منطقه الجزاء. بيكورو بالراس التغطيه. بعد ذلك لا زال نتكلم عن فريق له من العراقه ومن التاريخ، لكن تمشي لبيكورو يعمل الكنترول ممتاز والباس. بعد كانت حاضره في الموعد القاري. هذه الكره على الجهه اليسرى وتدي الصوره الرائعه، بينما كره نوفل الزروني يمر كارنيرو. لا زالت لعناصر الجيش امكانيه التسديد. فريق الجيش عن طريق احمد حمودان. شوف احمد حمودان يدخل بهذه الصوره وسط ثلاث لاعبين. تسديده ممكن هنا المرور. لا زالت لعناصر الجيش رائعه، والسنوات الفرجه مع فريق الاخضر، بينما كره والمتابعه بعد ذلك مباشره الى ضربه مرمى لفائدة فريق جيش الملك. تماما على الطرف الايمن يوسف الفحلي 1 ضد 1. الفحلي زملاء الامس في فريق النهضه البركانيه، لكن المتنافسين اليوم بالوان مختلفه. اللون الاخضر الرجاوي يتقدم عنده المساحه الان بولاكسوت، المراوغه التسديد ولكن ضعيفه. الفحلي على بعدي العرضيه، بعد ذلك الدفاع في الابعاد. زحزوح يرفع كره في القائم الاول، لا زالت خطيره التسديده صافرة. نعم السافرة تأتي في هذه اللحظات، والتهديد المباشر للزعيم بالسرعة. نوفل الزروني يعطي باس والنفاتي باي. الزروني يتقدم، الزروني يعكس كرة لكن مرة حمودان وكارنيرو يدخل حمودان لكن يغطي عليه في منطقة الجزاء. الزحزوح يرفع مقوصة بالراس. آدم نفاتي مقوم محاولة المرور، لا زالت الخطورة. التسديد ممكن، سلام على طول، هذه عسكرية. التسديد الفحلي يتقدم يوسف، يلعب باس رائع جهة اليسرى مع الزحزوح. يلعب على جهة اليمنى نوفيل وزريدة. الفردوسي ضيع الموعد. هنا ساكو لكن سالم بالجديدة رسميا بقرار طبعا. إمكانية رجاوية الآن، الضغط متواصل. خياطي يمنع جول رجاوي القادم من الخلف بولاكسو. الجيش الملكي هدف هنا، التمرير على جهة اليمنى العرضية لكن فيها جمهور الرجاوي رهيب. صوت الجمهور الرجاوي رهيب. يدخل على الطرف الايمن والتسديد والدفاع بعد ذلك. هذه هجمه عسكريه، فرصه الجول. فعل الزعيم الجيش الملكي يتقدم. الجيش الملكي عن طريق احمد حمودان هرب. حمودان يسجل الجول. 1-0 لفائدة فريق الجيش الملكي. الهربة للجناح الطاير، خطأ دفاعي وأولى ردود فعل البرتغالي سابينتو. فرحة عناصر نادي الجيش الملكي. هذه اللقطة، هذه الكرة، هذه الكرة. ساكو يرفع
وبعد ذلك المتابع للزرون. يا سلام على الوانتو، بعد يدخل، بعد يعطي باس لا منطقة الجزاء. محاولة المرور هذه ممكن. الخياطي يمنع النفاتي من جول التعادل. الهجمة الماضية والخطورة بتسديدة يمينية وتحاول العودة في السكور. هذه الكرة يطلق صافرة نهاية شوط المباراة الأول. إذا هنا ستلعب الكرة لفائدة فريق الرجاء للجهة اليسرى ناحية اللاعب ساكو يراوغ، ساكو العرضية، ولكن في بعد ذلك آخر طبعا حضور 2007 مشاهدينا الكرام. 2000 هنا بلمسة بتحضير البينية ممتازة في اتجاه ساكو النسق أكثر، بينما الكرة وصلت على الجهة اليسرى. هنا المدافع أخرى إدارة فريق الجيش الملكي التي اختارت المدرب خاسر هو اللي يبحث عن التعادل، بينما كرة عرضية من يتابع بالراس حاتم يوسف الفحلي في صراع مع عبد الكريم بعدي. الفحلي بالراس وسط الميدان، إذا يستعد لتنفيذ الضربة الحرة المباشرة والكرة بالراس. بولك صوت في صراع مع كارنيرو، هو في اطار افريقي. كانت السوبر الافريقي بركان الوداد صيف 2022 وكان تتويج للفريق البركاني. انطلاقا من حمودان، سنة متميزة لبركان، لقب كاف تصحيح المسار وبالتالي فرصة التعادل. في خطأ في هذه اللحظات. ماذا عن الترتيبات بالنسبة للطاقم الفني لفريق الجيش الملكي؟ صحيح فيلود هو من جيل الجليل. بعد ذلك هنا الكرة أمامية لفريق الرجاء، إمكانية التعادل، يحاول يمر الزحزوح، وبعد ذلك العراسي يعيد لأناس. هو المتابعة دائما للاعبي فريق الرجاء. تسديدة خياطي، يا سلام على الخياطي، يا سلام على تصدي كرة بوغرين كان قريب من الجول. فيلود حاضر، انطلاقا من الجهة اليسرى، هذه الأرضية الدفاع يتدخل. ماضية ساكو يرفع في القائمة الثاني بالراس والخياطي. جيش الملكي يا من دقائق، ويا لو من خياطي الحارس نعم للجيش الملكي. شوف الإعادة التصدي الماضي للجهة اليسرى. طبعا في كل فريق زمان، كل فريق كل كبار، لكن نفس الأجواء. هذه العرضية والدفاع بعد ذلك وضربة جزاء. نعم ضربة جزاء لفائدة فريق الرجاء. الحكم شاف لمسة يد دون تردد. عيسى يقول أنا شفتها بعيني، لا أحد قال لي، أنا اللي شفتها، أنا اللي كنت قريب. وبالتالي 1-1. الخياطي يتربص، والخياطي أمام بوغرين. الحكم يعطي الإشارة، الخياطي السوبرمان الخياطي جدار العسكري نعم يتصدى لركلة جزاء ليبقى سكور 1-0. اللاعبون يتجهون للخياطي. الليلة ليلتك يا الخياط. مباراة مثيرة بين الجيش الملكي والرجاء الرياضي لنستعرضها. الجيش الملكي يحقق فوزا مهما على الرجاء بنتيجة من 2-0. أحمد حمودان سجل الهدف الأول في الدقيقة 41، لحظة رائعة. جويل بيا أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 86 ليؤمن الفوز. الرجاء لم يستطع استغلال الفرص مما أثر على أدائه في المباراة. المنافسة بين الفريقين تزداد شراسة في دوري أبطال